اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد مع صباح مختار. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الوصفة بتاعتنا عن القرنبيط. في ناس كتيرة قوي مش بتحب تعمل القرنبيط عشان مكلف، يقولك بياخد بيض كتير ومكلف يعني. بس هي من الأكلات الجميلة جدا في الشتاء وأنا بحبها قوي. بصوا الجمال، اللون الذهبي الجميل دوت، وحتة بتبقى مقرمشة كده ومخرفشة، تحسي ان انت ماسكه حته كنتاكي كده في ايدك، مش قرنبيط خالص. بصوا الخرفشه والصوت. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه دي كلها والجمال ده كله معمول ببيضه واحده بس. خليكي معايا وتابعي الفيديو عشان تعرفي الطريقه انا عملتها ازاي. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا ايه. اول حاجه حطيت على النار طبعا ميه السلق، حطيت فيها شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه. دي بقى القرنبيطه اللي انا اشتريتها. اهم حاجه بقى في القرنبيطه اللي انت بتشتريها تكون زهرتها حلوه بيضه، وتكون الزهره ملمومه، يعني ما تبقاش مفرطه. لازم تبقى الزهره كده ملمومه على بعضها، ما تبقاش مفرطه. هبتدي بقى اقطعها الحجم اللي انت عايزاه، وبعد ما بتتسلق بقطعها تاني واصغرها في الحجم شويه. بس انا بختصر دلوقتي كده بسلقها ايه، بتبقى الزهره كبيره شويه. وبعد كده ببتدي بقى ايه، اقشر العروق من فوق كده شويه عشان الخلطه تمسك فيها ما تتزحلقش من عليها. هبتدي بقى ان انا كده اقشر كل ده كده. اهم حاجه ان انت بتجيبي القرنبيطه تبقى الزهره بيضه مش مصفره، وتكون الزهره ملمومه على بعضها مش متفرطه، يعني ما تبقى تلاقيها مفرطه من حوالين بعضيها كده مش ماسكه نفسها. بس انا بقطعها بقى دلوقتي كده ايه، يعني كبيره شويه، وهرجع اقطعها تاني صغير لما اسلقها ان شاء الله. وابتدي اقشر بقى العروق بتاعتها اللي فوق دي كده، حاجة بسيطة يعني، مش تقشير، حاجة بسيطة، مش بشيل كتير، بس عشان الخلطة ايه، تقفش فيها كده وتمسك فيها ما تتزحلقش من عليها. عايزة اقول لكم جوزي ما بيحبش القرنبيط خالص، بس والله العظيم ساعة ما عملته ودقه وشم ريحته كده قال لي اعمل لنا قرنبيط تاني. ان شاء الله هخليكم بس معايا كده في الفيديو، تابعوني للاخر وشوفوا الوصفة ازاي واعملوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. بس ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم اللي بيساعد على انتشار الفيديو، وتعليق حلو من تعليقاتكم، وتقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة اللي انا عملتها. الميزة بقى كمان ان انت تجيبيها ملمومة ايه، ان انت تيجي تمسكيها وتقطعيها ما تفرطش منك، تتفك وتتفرفت منك. وبعدين عشان الخلطة كمان لما تمسك فيها كده تبقى الحتة ماسكة نفسها وشكلها حلو. ولو جه فيها حاجة متلحوسة ولا حاجة مطرحتينة او الزرع او الخض يعني العربية اللي بتتباع عليه، بتشيليها بالسكينة. يعني بصوا عندي حتة ملحوسة ايه، انا ايه هنضفها بالسكينة كده، مش هشيل كتير. وطبعا كده كده انا بغسلها، كده كده بشطفها قبل ما تتسلق. اهو انا بقى كده خلصتها، هشطفها بقى تحت المية، ومحضرة طبعا مية السلق بتاعتها. مية السلق حطيت فيها ملح وشطة وكمون، ولو عايزة تحطي فيها قرن شطة حامي كمان حطي، بيديها ريحة وطعم حلو. شطفها حلو تحت المية بقى مش دعكة عشان ما تفرطش مني. هي ما شاء الله عليها حلوة ماسكة نفسها، بس برضو يعني مش دعكة. هشطفها بقى كده شطفة حلوة وهطلعها في مصفى. اهم حاجة بقى ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم، وتقولي رأيكم ايه في الوصفة بتاعت النهاردة. تعليقاتكم بتفرق معايا والله، دعمكم ليا بيفرق معايا. اهي مية السلق غليت اهيت. هبتدي بقى احط كده ايه على قد الحلة، حبة حبة، مش هحط كتير عشان ما تتهريش. في السلق متاخدش 5 دقايق. ولو عروسة لسه مبتدئة ومش عارفة مثلا عشان ما تتهريش منها، ممكن تجيب شوكة كده وايه، تجرب تغرزها كده في العروق اللي فوق، وهي تعرف استوت ولا لا. لو دخلت معاها بسهولة تعرف كده انها استوت. اطلع بقى دول كده،
احط غيرهم. هو يعني حاجة بسيطة على النار، 5 دقايق وبشيل. طبعا هو بيكمل سوا في القلية كمان. والله جربوا الطريقة ديت هتعجبكم جدا وموفرة، هي مش مكلفة خالص. يعني كل اللي اقوله انا عملت قرنبيط ببيضة واحدة مش مصدق، لا جربوها هيعجبكم ان شاء الله. ببص عليه بقى كده كل شوية، يعني ما احطوش وانساه، لان الدقيقة هتفرق معاه. لو نسيته والسلق بتاعه زاد هيتهري مني، ولا هعرف احطه في الخلطة ولا هعرف اقليه. هاجي امسك الحتة كده تلاقيها مهرية. انا كده يعتبر خلصت الكمية خلاص. فاضل كام حتة صغيرين كده وخلاص. يعني انت عقبال ما تحضري الخلطة والتوابل اللي هتحطيها والكلام ده كله وانت واقفة قدامه، يعني ما تسيبوش وتنسيه. تعالوا بقى نحضر الخلطة اللي هنعمل بيها. دي كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، ملح، كمون. بتظبطي يعني على قد الكمية اللي قدامك، وكزبرة. حطيت ملح وكمون وكزبرة وشطة حمرا، وديت معلقة صغيرة كركم عشان تديله اللون الذهبي الحلو ده. يبقى حطيت كوباية دقيق وربع كوباية نشا وملح وكمون وشطة وكزبرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر عادي. وادي البيضة واحدة بس اهيت. حط عليها شوية فلفل اسمر كده، وهضربها واحطها على الدقيق اهي. والله وصفة جميلة جدا. ودول فصين توم هرساهم كده وحطيتهم عليه على الخلطة. دي كوباية مية، ابتدي احط حبة حبة كده واقلب لغاية ما اشوف السمك اللي يناسبني. ويعني مش هدلقها مرة واحدة، حبة حبة كده. ولو عايزة اكتر من الكوباية كمان، بس ايه، ما ندلقهاش مرة واحدة. تحطي حبة حبة كده لغاية ما تشوفي السمك بتاعها. هي بتبقى وسط يعني، ولا تقيلة ولا خفيفة. تبقى عارفة كده السمك بتاعها، تمسك في الزهرة بتاعة القرنبيط كده، ما تزحلقش وتقع من عليها، تبقى سايلة. الخضرة بقى اللي انا بحطها، بحط كزبرة وشبت بس، ما بحطش بقدونس. البقدونس بخليه للتزيين يعني في على الطبق كده لما بقلي القرنبيط. وما بحطش الربطتين كلهم او الحزمتين كلهم، انا باخد منهم شوية بس. هنا بقى هعمل الخلطة اللي هي الناشفة. هحط كوباية دقيق ومعلقتين نشا ونص معلقة بيكنج باودر وكمون بس، وهقلبهم كده. كده جبت القرنبيط اهو. ابتدي ان انا اقطعه لحتت صغيرة شوية. هقسمه كده ايه يعني يبقى كله حجم واحد، بيبقى شكله حلو في التقديم. يعني مش معقولة هعمل حتة كبيرة كبيرة قوي كده. وبعدين تقدري تحتفظي ببقية القرنبيطة يعني. بس انا هقول لكم على حاجة، الخلطة اللي انا عاملاها مش تعمل القرنبيطة كلها طبعا، بيبقى حسب الحجم. انتي بتستعملي لغاية ما الخلطة معاكي بتخلص. بقى معاكي قرنبيط، بتكرري نفس الخطوات تاني ببيضة واحدة وكل حاجة. انتي شايفة من الاول ان القرنبيطة كبيرة وهتعمليها كلها، ضعف كمية الخلطة السايلة، علشان ما تضطريش ان انت في نص القليه تبتدي ايه تعملي تاني. لا، ضعف الكميه لو انت هتعملي القرنبيطه كلها وهي كبيره. انا كده حضرتها وخلاص. حاطه قدامي طبق الخلطه السايله واللي هي الخلطه الناشفه. هبتدي بقى اخد من من القرنبيط اهو كده، واشيلها احطها في الخلطه الناشفه، واخلي ايد للخلطه السايله وايد للخلطه الناشفه، عشان ايه ما بهدلش ايدي الاتنين والاقي الدقيق كله مسك في ايدي اللي بحطها في الخلطه السايله. وطبعا مولعه على الزيت سخن. وبعد كده اول ما بحطه انا بوطي عليه النار، بتبقى نار وسط مش على نار عاليه، عشان ما ياخدش لون وهو بيبقى قلبه لسه ني. هبتدي اعمل كام حته بقى كده احضرها، عشان ما اجي احط في الطاسه في القليه اقدر ان انا احط مع بعض، تبقاش حته واخده لون والتانيه لسه.
اهو زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة بصراحة ما فيهاش اي حاجة مكلفة ولا فيها اي حاجة يعني ان انت تزهقك ان انت تستتقلي ان انت تعملي القرنبيط. كده الزيت كان سخن، بنزل القرنبيط وبعد كده اخلي النار نار وسط، ما بوطيهاش خالص ولا اخليها عالية عشان ما ياخدش لون مني بسرعة ويكون قلبه ني لسه ايه ما استويش اهو. وما افضلش اقلب فيه كتير، هي دوبك تقليبه واحده اهي، بقلبه على الناحيه التانية واسيبه اهو. بص اللون وجماله ما شاء الله عليه، والله العظيم ريحته تجنن وشكله يفتح النفس، من الاكلات الجميله جدا في الشتاء. واذا كان على التكلفه دينا حليناها، هنعمل الوصفه كلها ببيضه واحده. ومخرفش ولونه حلو. حضريه كده بقى ايه مع شويه جرجير حلوين كده وطبق سلطه حلو اهو. بصوا الجمال، شايفين لونه، سامعين الخرفشه بتاعته، والله بجد حاجه تفتح النفس. جربوا الطريقه دي والوصفه دي وقولوا رايكم فيها ايه، ان شاء الله تعجبكم. انا لما بعمل الوصفه لو انا مش واثقه منها مش هنزلها لكم واقول لكم على الطريقه. انا ما عملتش القرنبيطه كلها، يعتبر عملت نص القرنبيطه بس او نص الكميه على قد الخلطه اللي انا عملتها. وده شكله كده بعد ما خلصته، وارش عليه بقى شويه بقدونس كده للتزيين، ريحته تجنن. وراكوا بقى في طبق السلطه الجميل ده اللي يفتح النفس. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ووصفتي كانت سهله وبسيطه بالنسبه لكم. ما تنسونيش بقى في لايك حلو وتعليق من تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتي ما ينساش بقى يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد ان شاء الله. بصوا الجمال ولونه، اللي يشوفه يقول عليه كنتاكي، ماسكه كده حته كنتاكي في ايدك. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستنوني في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.